سلمت مدريديستا فوز مهم جدا لريال مدريد على إلتشي لتقليص الفارق مع برشلونة إلى فارق نقطة. طبعا اليوم يا جماعة الخير برشلونة رح يلعب مع إشبيليا. برشلونة رح يلعب بالكامب نو. ننتظر مفاجأة من إشبيليا. طبعا يا جماعة الخير، حبيت أنوه في المباراة فالفيردي رجل المباراة. أخذ جائزة أفضل لاعب في المباراة، قدم أسلوب ولا أداء ولا أروع من فالفيردي. طبعا يا جماعة الخير، وهدف جميل جدا، هدف جولير التاريخي يا جماعة الخير. جولير يدخل التاريخ بأوسع أبوابه. آم، أطول أطول مسافة ممكن الواحد يسجل منها هدف تاريخيا بالدوري الإسباني تحسب لجولير. طبعا يا جماعة الخير، الجولة القادمة لريال مدريد حتكون صعبة جدا، وهي الديربي مدريد أمام أتلتيكو مدريد في سانتياغو برنابيو. مباراة راح تكون صعبة جدا. أي تعادل أو تعثر للريال، تخيلوا يا جماعة الخير، أي مباراة بالتعادل أو خسارة أمام أتلتيكو مدريد بالديربي يعتبر نهاية الليغا. لهيك يا جماعة الخير ما لازم نستهين ونفرح زيادة، لأنه لسه أمامنا الكثير من المباريات. لازم نفوز على أتلتيكو مدريد، لازم نفوز إذا ريال مدريد فاز بكل المباريات بالدوري الإسباني ساعتها رح يحقق اللقب. طبعا يا جماعة الخير، حبيت أنوه، يوم 17 الشهر ريال مدريد رح يلعب مع مانشستر سيتي، مباراة كمان ما لازم نستهين فيها. ننتظر. أفضل عدم مشاركة مبابي، لأنه مبابي يوجد تحسن، ميليتاو يوجد تحسن، الشباب عم تبلش تتجهز، ولكن لا أفضل يخاطروا فيهم. النتيجة 3-0 نلعب منضبطين أهم شيء. طبعا يا جماعة الخير، مانشستر سيتي تعادل مع استون فيلا، يعني فإن شاء الله نحن أمورنا أفضل للتأهل ولنلعب مع بايرن ميونخ. هلا مدريد دائما وأبدا. لاعبين الكاسيتية أداء ولا أروع الصراحة من أداء الكاسيتية. اكتبوا لي يا جماعة الخير أي لاعب أكثر عجبكم بلاعبين الكاستي، وهل يستحقون مركز أساسي وبدل من. بخصوص مباراة السيتي والريال، لا أفضل يلعب حتى لو كان جاهز كيليان مبابي في مباراة السيتي، لأنه أكيد ما حيكون جاهز 100%، رح يشارك بالتدريبات. أتمنى حتى لو جاهز لا يشارك، يكون على مقعد البدلاء في حال حدوث أي مشاكل، وفي حال السيتي حاول يعمل ريمونتادا أو صار الوضع سيء، ساعتها ممكن إشراك مبابي. ولكن حاليا علينا قدر المستطاع مبابي نخليه في دكة البدلاء. التشكيلة اللي أمام السيتي لازم تكون نفسها، طبعا رح نحكي عنها بالتفصيل. طبعا يا جماعة الخير، حاليا ريال مدريد رح يلعب مع السيتي، بعده أتلتيكو مدريد، يعني مباريات صعبة جدا. أتلتيكو في الدوري بشكل عام نتائجه غير جيدة، لأنه عم يلعب بالتشكيلة الاحتياط بشكل عام، مو التشكيلة الأساسية التوب التوب. عم يحاول ينافس على دوري الأبطال بعد ما تأهل للنهائي لكأس ملك إسبانيا على حساب برشلونة. طبعا نتمنى التوفيق لريال مدريد. هلا مدريد دائما وأبدا. اكتبوا لنا تعليقاتكم وآراءكم يا جماعة الخير.